السلام عليكم. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عاوزين نعرف ازاي يكون بالنا مرتاح. عارفين يعني ايه بال مرتاح؟ مش ان الدنيا تبقى حلوة ولا ان المشاكل تخلص، لا خالص. لما نبطل نحارب في نفسنا. احنا اتربينا على ان احنا نشيل اكتر ما بنتحمل، وبنقول معلش حتى وإحنا بنكون في عز وجعنا، وفاكرين إن ده اسمه قوة. بس الحقيقة لأ، ده اسمه استنزاف لنفسنا. واخد بالنا مش بتيجي لما يكون في موقف وإن إحنا نكسب فيه. راحت بالنا لما نبطل إن إحنا نبرر ونوضح. في ناس وجودهم في حياتنا كانوا اختبار لصبرنا، ما كانوش رزق لينا. عارفين اكتر حاجة بتسرق راحة البال ايه؟ ان احنا نفضل نسأل نفسنا هو احنا غلطنا؟ لا، هو احنا ما غلطناش، هو احنا اخترنا نفسنا. احنا اتعلمنا نرضي الناس كلها الا نفسنا. اتعلمنا نخاف نزعل حد، بس ما تعلمناش نخاف نكسر نفسنا. راحة البال بتيجي لما انتم تقولوا لأ من غير ما تحسوا بالذنب، وتمشوا وتبطلوا تحاولوا تصلحوا اللي أصلا مش عاوز يتصلح. في ناس مش وحشة، بس هما مش شبهنا. في أماكن ما تنفعش لقلبنا مهما حاولنا نتأقلم فيها، ما تنفعش. راحت بالكم مش إنكم تبقوا لوحدكم، ولا إنكم تعملوا سور حوالين قلبكم عشان تحموه. من النهاردة إن شاء الله عشان يكون بالنا مرتاح هنختار مين اللي هيدخل حياتنا، ومين مين اللي هنعمل له حدود. وعاوز أقول لكم على حاجة، مش مطلوب منكم إنكم تكونوا طول الوقت يعني أقوياء، ولا تصبروا على حساب نفسكم، ولا تتقبلوا لكل حاجة. انتم ناس تعبتوا بما فيه الكفاية، من حقكم ان انتوا ترتاحوا. راحة البال بتيجي من قرار بسيط، انكم تبطلوا تبرروا. يعني خلاص اللي وجعكم حتى لو هو شايف غير كده. اخر اليوم بالنا بيرتاح مش ان احنا نكسب كل حاجة. بالنا يرتاح لما نخسر اللي كان بيكسرنا. لو سألتوني ازاي يكون بالنا مرتاح، اقول لكم اختاروا نفسكم حتى لو اتقال عليكم ان انتم انانيين. الانانية اللي بجد ان انتم تكملوا وانتم من جواكم فاضي. هتدوا ازاي؟ تعالوا خدوا النصيحة بتاعت النهاردة، خلوا راحة بالكم أولوية مش رفاهية. اختاروا نفسكم حتى لو حد زعل. في الآخر القلب لما يكون مرتاح بيقدر يدي أكتر. أتمنى كلامي يكون عجبكم وإنكم تشاركوني رأيكم. سلام عليكم.